بما اننا في اول الشهر يلا بينا نخرب الميزانية ونعمل احلى بيتزا وطعمها احسن مليون مرة من بتاعة المطاعم وسعرها اقل بكتير، وبسعر واحدة هتعملي كمية تكفي كل العيلة والطعم تحفة، والعيلة هتدعيلك وهيطلبوها منك على طول. يلا بينا نشوف هنعملها ازاي. ورقة وقلم ومعايا خطوة بخطوة عشان نعملها زي الكتاب ما بيقول. اول حاجة خليط الخميرة، هحتاج كوبايتين ونص لبن ومعلقتين كبار خميرة ومعلقتين عسل، ولو مش متاح هنحط معلقتين كبار سكر ونقلبهم كويس ونسيبهم لمدة 10 دقايق لحد ما الخميرة تتفاعل. وده شكل الخميرة بعد ما تفاعلت معايا كيلو ونص من الدقيق متعدد الاستخدامات، هنزل عليه بخليط الخميرة ومعلقة كبيرة ملح ومعلقة ونص بيكنج باودر ورشة زعتر. التركية دي اللي هتديني بقى طعم وريحة حلوة جدا. وهقلب كل المكونات دي مع بعض، وبعد كده هبدأ اعجن بايدي زي ما انتوا شايفين كده، وننزل بكوباية وربع لبن واعجنها كويس لحد ما اوصل للقوام ده. في المرحلة دي هنبدأ ننزل عليها بكوباية من الزبدة المذابة بصوابعنا كده، هنبدأ نعجن بالشكل ده عشان جزيئات الزبدة تدخل جوه العجينة وتتجانس مع بعض. حلوة قوي المرحلة دي، هتاخد منكم وقت ومجهود، يعني لو عايزين تعملوها في العجانة هتبقى أسهل وأسرع ليكم. وده شكل العجينة بعد حوالي 5 دقايق عجن فيها، وبعد كده هطلعها من الطبق البلاستيك وهكمل عجن على الرخامة بالشكل ده. اول ما حسيت انها بقت طرية معانا بدأت ألمها. عملتها بإيدي معاكم عشان في ناس ما عندهاش عجانة. في بولة هدهنها زيت واحط العجينة فيها واغطيها كويس عشان تخمر. يلا بقى نعمل الصلصة ونطلع احلى صوص بيتزا. هنشوي الطماطم وهحتاج 10 حبات طماطم، كل طماطمية هحتاج لها فص توم. هفتح الطماطم 3/4 بالشكل ده وهدخل التوم جوه الطماطمية بالشكل ده. التوم لما بيستوي جوه الطماطم بيدي طعم وريحة حلوة قوي. هنزل عليها بشوية زيت ورشة حلوة كده من الزعتر، ده بيدي ريحة حلوة جدا. مجرد ما بتدخل الفرن هتحسوا بريحة البيتزا. وهعمل لها مساج بالشكل ده، وكده اصبحوا جاهزين معايا يدخلوا الفرن نص ساعة. وهتطلع معانا بالجمال ده، والقشرة هتتشال معانا بكل سهولة. هنبدأ نقشرها ونفرمها في الخلاط، كمان معلقة من البابريكا المدخنة بتدي طعم حلو قوي. وكده صوص البيتزا بقى جاهز. بجد شكله خطير، وممكن تضيفوا كمان معلقتين صلصة.